بناكل سكر وما بناكلهوش. ازاي بقى؟ تعالوا اقول لكم. دايما ناس كتير جدا في العيله تيجي تقول لي يا دكتور انا بشرب كل مشروباتي بدون اي سكر، ما بحط السكر على اي حاجه بشربها ومنع السكر تماما، بس هي حرفيا مش عارفه ان هي اوريدي بتاخد السكر من غير ما تاخد بالها بطريقه غير مباشره. ازاي؟ تعالى اقول لكم. لما اخد رغيف عيش ابيض او شريحه من العيش الابيض، يعني معنى كده ان انا باخد من 3 ل 5 جرام سكر. لما اخد معلقه كاتشب، يعني معنى كده ان انا باخد 4 جرام من السكر. لما اخد معلقه مايونيز، معنى كده ان انا باخد حوالي 5 جرام من السكر. اخر حاجه ممكن اتكلم عنها، حتى الفواكه المجففه ال 100 جرام فيها بيبقى فيها من 38 ل 66 جرام من السكر. فازاي بقى ما بتاخدوش سكر؟ فلازم تبقوا عارفين ان في نوعات من الاكل غير السكر اللي انتوا مانعين نفسكم عنه. فتبقوا